أيها السادة والسيدات، في هذه الأثناء يمر الموكب الملكي وسط هتافات الجماهير الغفيرة التي حجت واعتمرت لهذه الطرقات، منتظرة بكل شوق وكل شغف لملاقاة عاهلها المفدى، مبتهجة بقدومه الميمون. يمر الموكب الملكي وسط زغاريد النساء والرجال وأهازيج الأطفال، حيث الأنوار تتلألأ وتنهار، الكل مبتهج، الكل مسرور ومكسور، حتى الشجر وأعمدة الضوء لتبتهج بقدوم عاهلها، مجددة بيعتها وبيعة آبائها وأمهاتها. يمر الموكب الملكي والأنوار تحيط به من كل مكان، والبركات تملأ المكان، وهذه المعجزات الباهرات، حيث هطلت الأمطار فرحة مسرورة بهذه الزيارة الميمونة، يرتفع الهتاف والزغاريد والأهازيج الشعبية تعبيرا بالفرحة الكبرى والإطلالة الرائعة لأمير المؤمنين الساهر على وحدتها والضامن لنشاطها وسرورها. الكل مسرور رغم أنه مقهور. إن هذه الزيارة الميمونة إلى هذه المدينة الشرقية التي تفتقر إلى كل مقومات الحياة لتجعل من هذه المدينة أسطورة في التمدن والتقدم والازدهار، وتجعل الأراضي القاحلة المحيطة بها خضراء ببركة الزيارة الشريفة الميمونة. في هذه الأثناء يمر الموكب الملكي ويستمر سطوع الأنوار حتى يصل إلى الجارة الجزائر، حتى خرج أهل وهران رجالا ونساء مبتهجين بالأنوار ومجددين البيعة لجلالته. ويتوجه الموكب شاقا طريقه وسط المدينة متجها إلى القصر الملكي، محيطا بأسراب من الرعايا الأوفياء، مؤكدين تمسكهم به وتفانيهم في محبته وخدمته. لقد دخل القصر وكله يقين بما يجد فيه من البهجة والحبور. وننتقل بحضراتكم إلى هذه المشاريع التي تنتظر وضع الحجر الأساس لانطلاقتها، والتي تنتظر جلالته بفارغ الصبر. أيها الشعب المغربي، ننتقل بحضراتكم إلى هذه المشاريع العملاقة التي أعطى انطلاقتها أمير المؤمنين وغير المؤمنين، هذه المهرجانات العظيمة التي عجزت كل البلدان على إقامتها وحشد الناس إليها من كل فج عميق. هذه المهرجانات التي يحسدنا عليها الأعداء ويغبطنا عليها الأصدقاء، لقد تحقق ما كان يصبو إليه الشعب المغربي بفضل السياسات الحكيمة التي عجز الحكماء أن يأتوا بمثلها. إنه رأي ثاقب وعمل جبار وسهر الليالي الطوال من أجل السهر على مصالح المواطنين وتقريب الغناء والبندير من كل مواطن يئن جوعا هو وأبناؤه. إن هذه الالتفاتة المولوية وهذا العطف الكبير الذي يليه صاحب الجلالة لرعاياه الأوفياء ليجسد مدى تلاحم أمير المؤمنين مع رعاياه الأوفياء، كيف لا وقد أوصاه أبو الأمة ومحبك خطط المعتقلات السرية وباني القصور والأقبية جلالة المغفور له، الذي يوجد الآن مع الأنبياء والمرسلين في عليين. إنما يقوم به عاهلنا المفدى من تقديم لهذا الدعم السخي لهذه المهرجانات ليبشر بميلاد مغرب جديد، مغرب يكون فيه البقاء للمغنين والمغنيات
والراقصين والراقصات من كل حدب وصوب يأتون إلى المغرب، مغرب الثقافات والتفاهات والعهر وكل الانحرافات، وهذا عهده بشعبه، بحيث تعهد حفظه الله لشعبه الوفي بأن تكون السنة كلها مهرجانات، تبتدئ من الرباط عاصمة الثقافات بمهرجانها موازين الذي خضبه الشباب بدمائهم في ساحته استبشارا بقدومه، ثم تنتقل الالتفاتات المولوية إلى عاصمة العلم والعلماء مدينة فاس العريقة لافتتاح مهرجان آخر تشرف صاحب الجلالة بتسميته بمهرجان الموسيقى الروحية، وقد سخر له غلافا ماليا سخيا يقدر بالملايير، ويستقطب كل فن يخرج عن الفطرة السليمة، وكل انحراف عقدي وأخلاقي في انصهار تام مع الصوفية والتلمودية والهندوسية والبوذية والمسيحية والدجالية والشيطانية، في تلاقح تام وانصهار تام يفرز لنا العبثية والتسامح والتماسح والغثيان. وكي نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن هناك مهرجان آخر في المدينة الحمراء مراكش، هذا المهرجان الكبير والذي بدوره استقطب جميع الراقصين والراقصات، وهذه المرة حضر وفد من الراقصات الصهيونيات كي يرقصن في دولة أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، ليؤدون رقصة التلمود إحياء لذكرى قيام كيانهم الغاصب الذي يقوم بهدم حي المغاربة في القدس الشريف. وقد أدت هذه الفرقة رقصات فولكلورية وهن عاريات نكاية في شعب فلسطين الجريح، وكي يضعن بصمتهن في تاريخ المغرب الذي يضرب حاكمه أروع الأمثلة في خيانة الأمة. وللتذكير فحضور هذه المهرجانات بوفود من مسؤولين الأوفياء وكل غيور على هذا الوطن رجالا ونساء، الكل مسرور ومبتهج. أما اللجنة المكلفة بإعداد الدستور فإنها في شغل شاغل وفي اعتكاف متصل من أجل صياغة دستور يضمن كل هذه القيم وكل هذه المبادئ وكل هذه المرتكزات، ويجعل ثروات البلاد في خدمة هذه المهرجانات. سدد الله خطاكم وجعلكم سندا لهذه الأمة تنشطونها في كل وقت وحين، وترفعون عنها هذه العبثية المستفحلة في هذه الأمة. وأبقاكم الله ذخرا وملاذا لهذه الجموع من المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات. وننتقل بحضراتكم إلى استوديوهاتنا المركزية بالرباط لنوافيكم بكل جديد، ونحن معكم إلى آخر رجل منكم من هذا الشعب، والزمن طويل.